السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا بجميع المتابعين والمتابعات. التاريخ اليوم الأحد 12 فبراير 2013. وصلت بفضل الله ونعمته أمس إلى مدينة الدار البيضاء، وبت عند صاحبي هذا اللي قلت لكم كان مقيم في كوريا الجنوبية. تغديت عنده ولله الحمد، تعشيت وبت عنده أنا وبناتي، واليوم افطرت وقلت لهم مع السلامة، مع العلم أنهم طلبوني أتغذى وكذا، لكن قلت لهم بناتي أبغى أوديهم لصوب المدينة القديمة اللي أنا الحين متواجد فيها، يبغون يشوفون مسجد الحسن الثاني، وعجبهم المنظر. فأنا الحين بعد ما صورت أمام مسجد الحسن الثاني راح أرجع مرة ثانية. ما أبغى أطول الوقوف في ساحة المسجد لأن ما فيه مواقف، فأرجع إن شاء الله مع الطريق هذا اللي أنتم ترون الآن. وفيه نفق اسمه نفق الموحدين كما هو مبين في اللوحة الآن. نعم، وهو نفق حديث تحت الأرض، ويخدم بصراحة المنطقة ويخفف من الزحمة. من يريد محطة القطار يروح من فوق يعني على اليمين، لكن أنا إن شاء الله أبغى النفق هذا عشان اختصار للمسافة، فراح أنزل إن شاء الله من النفق. وكما ترون هذه المنطقة هي كلها كانت تعد المنطقة المدينة القديمة بالدار البيضاء، يعني الأحياء القديمة بالدار البيضاء كلها تقريبا على البحر. والآن يعني البنية التحتية تغيرت، والمدينة تغيرت وكبرت وصارت يعني من كبريات المدن في شمال أفريقيا بعد القاهرة. نعم، والنفق هذا قلت يعني يخفف الزحمة في المنطقة هذه. الشارع اسمه شارع الموحدين أعتقد، والنفق اسمه نفق الموحدين. نعم، فإن شاء الله أحاول أطلع من النفق هذا وأرجع مرة ثانية إلى المسجد لأخذ صورة من بعيد. والمسجد سبحان الله يقصدها السياح في مدينة الدار البيضاء، سواء سياح من داخل الوطن أو من خارج الوطن، لأنها معلمة من معالم المدينة، وكان قد بناها الملك الحسن الثاني الله يرحمه. والمسجد كما قلت يعني مسجد معروف ومشهور عالميا. نعم، هذا قلت النفق، وهو شغال ليل نهار ما شاء الله تبارك الله ولله الحمد. من كان يحلم أن المدينة القديمة هذه أنها تصير مدينة حديثة، سبحان الله، والحمد لله الحمد لله. وفي كذلك ما يسمى بالمارينا في طور الإنجاز، حتى هذا صار يصير قطب سياحي مهم بمدينة الدار البيضاء. ولمدينة الدار البيضاء ما شاء الله كان ودي أني أصور فيها، لكن لضيق الوقت يعني إجازتي بالمغرب لم تكن طويلة، حوالي 18 يوم، وبيتي يبعد عن المدينة ب250 كيلو، والتصوير في المدينة يحتاج أنك تتمشى. وهذا الحين طلعت من النفق هذا، والبناية يعني آخر بناية تشوفونها هذا فندق اسمه فندق موغادور. موغادور هي كلمة برتغالية أطلقها المحتل البرتغالي على مدينة الصويرة،
سموها موغادور، ولا زالت الصويرة تحمل الاسم هذا، وكثير من المعالم في مدينة الصويرة كذلك تحمل موغادور. نعم، هذا اللي تشوفون في آخر والبناية الكبيرة اللي عليها كتابة. نعم، الحين جبت لفة مرة ثانية متوجه صوب المسجد لأخذ صورة من بعيد أو أخذ التصوير من بعيد. هذه كلها مناطق مستحدثة، وهي يعني قريبة جدا من البحر. نعم، البنايات هذه كلها يعني تطل على البحر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ومدينة الدار البيضاء للعلم تسمى بالمغرب العاصمة الاقتصادية، لأن تقريبا كل فلوس المغرب تصب في مدينة الدار البيضاء. والقصد أنها تصب في مدينة الدار البيضاء أنها قبلة للتجار تجار الجملة كلهم متواجدين في مدينة الدار البيضاء، يعني من قطاع النسيج إلى قطاع الجلد إلى قطاع المواد، مثلا ما يتعلق بالمطبخ، ما يتعلق بتجهيز المنازل، ما يتعلق يعني كل البضاعات تباع في مدينة الدار البيضاء بالجملة، وترسو في الميناء من مدينة الدار البيضاء، ويصير الآن تقريبا على اليمين، على يمين الآن ترسو فيه كبريات السفن محملة بالبضائع من مختلف بلدان العالم. نعم، فقلت مدينة الدار البيضاء. والتكاسي أو سيارات الأجرة الموجودة بالمدينة لونها أحمر. مثلا عندنا بمدينة أسفي سيارات الأجرة لونها أبيض، بمدينة سيارة الأجرة أقصد الصغيرة اللي هي داخل المدينة. سيارة الأجرة في مدينة فاس كذلك لونها أحمر، في مدينة الرباط لونها أزرق. كل مدينة لها لون معين. نعم، وكل ما ترونه مثلا من سيارات حمر لونها أحمر وعليها إطار أصفر حديدي فوق، هذا يدل على أنها سيارة أجرة. نعم، وسيارة الأجرة بالمغرب لها نظام في كل عموم البلد أنها تأخذ 3 ركاب فقط، ما تأخذ أكثر من 3 ركاب، شخص جنب السائق وشخصين يركبون خلف. ممكن يكونون مثلا 3 من نقطة واحدة أو واحد يركب، وعلى نفس الخط ممكن مثلا يأشر له واحد ثاني فيركبها معاه. لكن سيارات الأجرة الكبيرة اللي هي بين المدن هذه تركب معاها 6. وفي كذلك سيارات أجرة كبيرة داخل الدار البيضاء تركب 6، بس يسمونها تاكسي كبير، سيارة أجرة كبيرة. مثل هذا الأحمر اللي تشوفون، هذه سيارة أجرة صغيرة. الحين هذا المسجد اللي قلت تصوير راح يكون شوية من بعيد، هذا مسجد الحسن الثاني، وهو يطل على موج البحر، يعني مبني تقريبا على البحر. نعم، كما ترون المنطقة ما فيها مواقف سيارات، و يعني ما بغيت يعني أنحرج أطول الوقوف في السيارة، فقلت فرصة نصور وبعدين نتوكل على الله نمشي. ما نزلنا من السيارة ولا شيء. أراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، وسامحونا على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.